ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا جدا. انا اسفه كنتش بنزل الفتره اللي فاتت، بس مش عشان خاطر انا كسلانه، بس صدقوني انا صورت الفيديو ده كذا مره وكذا مره ما يتصورش، فحسيت ان هو يعني ربنا عايز يقول كلمته، ربنا مش عايز الفيديو ده يتم. بس انا شخصيا متفائله خير. اي نعم 2017 داخله معايا برجلها الشمال، بس بيقولوا ايه؟ تفائلوا بالخير تجدوه. انا شخصيا متفائله خير، وان شاء الله 2017 سنه سعيده علينا. اتمنى. من غير كلام كتير، فيديو النهارده زي ما قريتوا من العنوان، افضل 6 كونسيلر او مصححين لعيوب البشره. مشكلتنا احنا كبشره دهنيه، بنبقى محتاجين عشان خاطر الكونسيلر ما يسحش معانا ويثبت وقت طويل، محتاجين حاجتين مهمين جدا. اول حاجه كونسيلر كويس، وتاني حاجه بودره كويسه قوي تثبتي بيها. النهارده هناخد الجزء الاولاني وهو افضل كونسيلر. هنقيس من ناحيه 3 حاجات. اول حاجه الخامه بتاعته او الكونسستنسي بتاعته، اذا كان خفيف او تقيل. تاني حاجه ثباته، بيثبت قد ايه، بيثبت وقت طويل او بيثبت نص نص. تالت حاجه الكفر بتاعه، اذا كان فول كفر او ميديوم، او يعني التغطيه بتاعته قليله او متوسطه او عاليه. زي ما اتفقنا الحاجات اللي احنا بنقول عليها، دايما بنجيب حاجه رخيصه وحاجه غاليه، وانتي حره تختاري حسب البادجت وحسب الميزانيه بتاعتك. اول حاجه، وانا متاكده انتوا شفتوها عند ناس كتير جدا وعند بلوجرز كتير جدا، الكونسيلر ده من تارت. الكونسيلر ده اسمه شيب تيب. ده اصدار 2016، لسه نازل يعني تقدروا تقولوا في التلت الاخير كده من 2016. اوه ماي جاد يا بنات، بجد بجد هو غالي لان هو هاي اند، من ضمن الحاجات الغاليه، بس بصراحه انا شايفه ان هو يستاهل جدا. خليني اقول لكم ازاي. اول حاجه من الثلاث حاجات الكونسستنسي. اول حاجه هو اللزوجه بتاعته او الخامه بتاعته تقيله شويه اهو. الخامه بتاعته تقيله شويه، طبعا مش هتشوفوه، بس لسبب ما دمجه بيبقى سهل جدا في المنطقه بتاعت تحت العين. احنا شويه ما بنحبش حاجه تقيله تحت العين لان المنطقه دي خفيفه جدا ورقيقه قوي، فلو حاجه تقيله او حاجه كريمي بس تقيله قوي بتاخد وقت طويل في الدمج، وانا بدمج هكسر تحت عينيا، ودي حاجه احنا مش عايزينها. احنا عايزين حاجه تبين صحيح منظر تحت عينينا حلو، بس في نفس الوقت ما تعمليش كسر او تعملي مشكله تحت العين. فده اللزوجه بتاعته تقيله شويه، بس في نفس الوقت سهل جدا في الدمج، ثباته عالي جدا، ممكن يقعد معايا الازيد من 10-12 ساعة. كمان الكفر بتاعه عالي جدا، يعني ده يمكن ده والكونسيلر اللي جاي اللي هقولكوا عليه اعلى تغطية في الكونسيلرات خالص اللي انا استخدمتها في حياتي. انت مش محتاجة غير سواب واحدة او مسحة واحدة على عينك وفي الاماكن اللي انت عندها فيها هايلايت. كمان ميزه عايزه اقول لكم عليها، لو انتوا واخدين بالكم من اللون على مشمشي او اللي هو البيتش اندرتون، يعني الدرجه اللي هو الفاتحه الاورنج الفاتحه خالص، السيموني اللي احنا بنقول عليها. معنى كده ان ده فيه مصحح للعيوب. يعني انا جزء البيتش ده بيداري الهالات السوداء اللي عندي، فبقى مش محتاجه ان انا احط مصحح للهالات قبليه، وفي نفس الوقت لونه قوي شويه فينور وشي. الحاجه الوحيده اللي مش بحب، يعني اللي ممكن تعتبر عيب فيه، ان هو غالي، لكن غير كده الكونسيلر ده ممتاز جدا. صراحه في ناس كتير شكرت عليه، هما مش بشره دهنيه، فده ينفع تقريبا لكل انواع البشره. لو انتوا حابين تعرفوا درجتي في الكونسيلر ده، انا درجتي فيه لايت ميديوم. تاني كونسيلر حابه اكلمكم عليه، وده يعتبر برضو من ضمن الحاجات الغاليه. الكونسيلر ده من كات فون دي، اسمه لوكيت كونسيلر. انا درجتي فيه ام 17 وورم. الكونسيلر ده برضو من ضمن الحاجات الانتاج 2016 لسه جديد، بس برضو التغطية بتاعته عالية جدا، بس برضو من ضمن الحاجات اللي انا حبيتها قوي قوي قوي، من ضمن الحاجات اللي بصراحة انا حاطة منه النهاردة. دي الدرجة بتاعته. الاندر تون بتاعه اصفر، مش زي بتاع تارت على بيتشي، لا الاندر تون بتاعه شوية اصفر. الكونسيلر ده خلينا نقارن بالثلاث حاجات. اول حاجه الخامه بتاعته اخف جدا من بتاع تارت، من بتاع اللي هو الشيب تيب. اللزوجه بتاعته خفيفه، بيندمج بسهوله جدا جدا تحت العين. زي ما قلت لكم انا حاطه منه النهارده، ولا عمل خطه تحت عينيا، وثباته عالي جدا، ممكن يقعد برضو 10-12 ساعه معايا من غير ما يحصل له اي حاجه.
وفي نفس الوقت الكفر بتاعه حلو قوي. انا زي ما قلت لكم انا مش حاطه اي نوع من انواع مصحح العيوب تحت عيني، فده غالي صحيح، ده لو احنا نعتبره عيب، لكن غير كده الكفر بتاعه عالي قوي، الثبات بتاعه عالي قوي، كمان اللزوجه بتاعته ناعمه جدا وطريه جدا، اطرى من شيب تيب. بس لو جينا نقارن في الحجم شويه، هما الاتنين يعتبروا نفس السعر. لو جينا نقارن ما بين الحجم هنلاقي ان ده يكسب، ده 0.3 فلويد اونز. دي زي مقياس كده، عشان ده بالملي وده بالجرام، فانا مش هعرف اقيس الاتنين، بس ده 0.3 او 3 من 10 فلويد اونز، ده 2 من 10 فلويد اونز. تارت يكسب بصراحة، بس انا بصراحة بحب الاتنين جدا وارشح الاتنين جدا. نيجي بقى للجزء بتاع الدراج ستور، الحاجات الحلوة كده الحنينة على ايدينا. اول حاجة، وانا عارفة ان انتوا توقعتوا ان انا هقولها، الكونسيلر ده من ميبلين اسمه ايج ريوايند، انا درجتي فيه ميديوم. الكونسيلر ده من ضمن الحاجات برضو اللي ممكن ما اقدرش استغنى عنها، انا بشتريت منه اكتر من مرة، لانه بمنتهى البساطة اللي في الدنيا، يعني كل حاجة فيه حلوة ما عدا حاجة واحدة بس مش عجباني او انا بعتبرها عيب في المنتج ده، هقولكوا عليها في الاخر. اول حاجة الكثافة بتاعته خفيفة، خفيف جدا، تحسي ان هو عامل زي المية تحت عينيكي. تاني حاجة ثباته عالي جدا، يعني لو احنا بنتكلم على الثبات لا بيقعد وقت طويل، ممكن يقعد معاكي لغاية اخر اليوم. لو بنتكلم على الكفر، هو ميديوم كفر، مش عالي قوي، مش زي الكونسيلرات الاولانية اللي انا كلمتكم عنها، لا هو متوسط، بس تقدري تبنيه، يعني لما تحطي طبقة وتوزعيها تقدري تحطي طبقة تانية وهيديكي الكفر اللي انت عايزاه. سعره حلو قوي بالنسبة من الحاجات الدراج ستور، فسعره حلو. العيب اللي انا شايفاه فيه هو الباكجينج انا مش عاجبني خالص، حتة ان هو يبقى سفنجة من فوق وانا الفه فيطلع المنتج تقريبا انا بهدر من 50 ل 80% منه. اسألوني ليه؟ اقول لكم ليه. دلوقتي انتي بتلفيه فبيطلع المنتج من كل حتة من السفنجة، فمعنى كده انه مش بيطلع من ناحية واحدة، لا ده بيطلع من كل النواحي. فانا مثلا لما بحط على الحتة كلها اللي انا عايزة احط منها، لسه بيتبقى في السفنجة منتج، فمجرد لما بغطيه وادخله تاني في الغطا بتاعه، كل المنتج اللي في السفنجة بيتنقل عندي في الغطا، فانا كده هدرت، لان هو بينشف خلاص، انا مش هقدر استخدمه تاني فبينشف، فكده ببقى هدرت نص المنتج ان ما كانش 80% على حسب استخدامي اليومي. لو انا عايزه اداري حته صغيره فبطلع حتت صغيره، لو انا عايزه حتت كبيره بطلع منتج كتير، بس لسه بيفضل في المنتج، لسه بيفضل في السفنجة منتج، فانا كده بهدر منه كتير. دي الحاجه الوحيده اللي انا مش عاجباني، لان يعني لو الكونسيلر مثلا المفروض بيقعد معايا مثلا 6 شهور، بسبب الحركه دي بيقعد معايا 3 شهور 4 شهور على حسب استخدامي ليه. ده الحاجه الوحيده اللي انا شايفاها ان ده عيب في المنتج، بس غير كده المنتج ممتاز جدا، ثباته حلو، سعره حلو قوي، رينج الالوان فيه حلو قوي، يعني انا بقول لكم ده ميديوم بس بيديني سنه حته منوره كده، حلو قوي، استخدام يومي لو انت عايزه تخرجي بيه مناسبه برده، بس مش بتحبي الميك اب اللي يكون منور قوي تحت العين، فده بيبقى حلو قوي، دمجه سهل جدا. فهي بس حته الباكج دي اللي مخلياني انا مش بحب الحته دي فيه، لكن غير كده ممتاز. برضو من ميبلين حابه اكلمكم عن الكونسيلر ده اللي هو ميبلين فيت مي، ده بديل لنارز من البراندات الغالية جدا، الهاي اند برضو بس غالية جدا جدا جدا. ده البديل للكونسيلر بتاع نارز. عايزة اقول لكم كريمي جدا، خفيف جدا. انا جايبة من الكونسيلر ده درجتين، درجة غامقة بقدر استخدمها حتى كفاونديشن لانه خفيف جدا، والدرجة الفاتحة شوية دي 25 بستخدمها كونسيلر. الكونسيلر ده من يعني كلمة واحدة تلخص قد ايه هو خفيف، ان انا مرة اتزنقت ودمجته بصوابعي، معنى كده ان هو خفيف جدا على البشرة، تقدري حتى لو انتي مستعجلة جدا تاتشات بايديكي انتي كده زي الفل. ادي اللون بتاعه، ده رقم 25، ده رقم 25، شايفين شوية برضو على اللون البيتشي او البيج اللي هو الفاتح، المعنى كده ان هو في جزء مصحح للعيوب، فبرضو انا ما بضطرش ان انا احط تحتيه مصحح للعيوب. نرجع تاني للثلاث حاجات اللي بنقارن بينهم،
اللزوجه بتاعته خفيفه جدا، خفيف جدا على المنطقه بتاعت تحت العين. بالنسبه ان هو بيقعد، ممكن يقعد معايا من 6 ل 8 ساعات من غير ما يحصل له اي حاجه. انا مجربتوش وقت اطول من كده، بس من 6 ل 8 ساعات بيبقى حلو جدا معايا. بالنسبه للكافر بتاعه، انا حاسه ان هو متوسط ويمكن اقل من متوسط شويه، بس بقدر ابني. يعني لو حطيت طبقه بدمجها كويس، احط طبقه تانية بيزيد عندي الكفر بتاعي. فانا شايفه ان ده استخدام يومي اكتر، لانه خفيف جدا ولونه حلو قوي ويناسب كل انواع البشره. الكونسيلر اللي بعد كده اللي حابه اكلمكم عنه برضو، وده برضو ينفع استخدام يومي، الكونسيلر ده من ريمال اسمه ويك مي اب. الكونسيلر ده برضو من ضمن الكونسيلرات الخفيفه جدا اللي اقدر استخدمها يومي. خليني اوريكم لونه برضو شويه على بيتشي. انا يمكن عشان انا بشرتي ميديم، فكل الحاجات اللي بتمشي معايا الميديم، الحاجات اللي شويه بتبقى على بيتشي او اللي شويه اللي بتبقى على مشمشي. مش عارفه هيبان عندكم ولا لا، بس الكونسيلر ده انا بحبه جدا بالنهار. هو الكفر بتاعه مش احسن حاجه في الدنيا، يمكن شويه هو يبان ان هو قوي هنا، بس هو على العين بيبقى شويه اقل من بتاع ميبلين، فتغطيته من خفيفه لمتوسطه. عشان كده بقول لكم ان ده يبقى حلو قوي استخدام يومي. وبالنسبه ان هو سعره حلو، بالنسبه ان هو كمان التغطيه بتاعته حلوه، فانت تقدري تستخدميه استخدام يومي. فاللزوجه او الكونسيستنسي بتاعته خفيفه. بالنسبه للكفر بتاعه من خفيفه لمتوسطه. بالنسبه ان هو بيقعد معايا وقت طويل، بس ممكن بعد 10 ساعات ممكن بحس ان هو ابتدى يخطط تحت عينيا. لكن قبل كده طبعا مش هتقعدي اكتر من 10 ساعات بالميك اب بتاعك بره، بس لو انت عايزه حاجه تقعد اطول من كده، لا ده مش هيقعد اطول من كده وهيبتدي يسيح من تحت عينيكي. اخر كونسيلر حابه اكلمكم عليه النهارده هو برضو من ميبلين واخده نص الفيديو بتاعي ده المره دي، بس بصراحه كلهم يستاهلوا. اللي حابه اكلمكم عليه النهارده من الخط بتاع سوبر ستاي، اللي هو ميبلين سوبر ستاي 24 hours. انا درجتي في الكونسيلر ده رقم 3، اسمها ميديوم شرطه بيج فونز. الكونسيلر ده جميل جدا، بس عايزه اقول لكم حاجه صغيره تاخدوا بالكم منها. انا مش شايفاها عيب طالما ده لونج لاستنج او سوبر ستاي او بيقعد وقت طويل، يبقى لازم تدمجيه بسرعه لان هو بينشف بسرعه جدا. لكن يعني تحطي حته مثلا تحت عينيكي وتدمجي بسرعه، تحطي في المنطقه التانية وتدمجي، لان هو بينشف بسرعه جدا. فانت مش هتبقي عايزاه ينشف مثلا وهو مكلكع او هو مش مدموج، هتضطري تشيلي الميك اب بتاعك عشان خاطر هيبقى مش هتعرفي تدمجيه بعد كده. برضو الدرجه بتاعته دي فيها بيج او بيتشي شويه، فبرضو في جزء مصحح للعيوب. اما تقريبا كلهم فيهم الجزء بتاع مصحح العيوب. انا مش بضطر ان انا احط تحتيه مصحح عيوب خالص. ثباته حلو قوي، يعني انا ممكن احط بيه مناسبات. اللزوجه بتاعته اتقل من كل بتوع ميبلين، يعني ده يعتبر اتقل خامه من الدراج ستور. الخامه بتاعته تقيله شويه، بس طبعا مش اتقل من بتاع تارت. بس دمجه بيبقى سهل جدا، عمري ما لقيت مشكله في دمجه. اللي خدت بالي منها بس ان هو بينشف بسرعه، لكن غير كده الكونسيلر ده ممتاز جدا، بيقعد وقت طويل جدا، يعني فعلا بعد 10 و12 ساعه بيبقى لسه موجود. الخامه بتاعته زي ما قلت لكم اتقل شويه، بس دمجه سهل جدا. الكفر بتاعه من ميديوم لهاي، يعني ممكن ما تحتاجيش ان انت تحطي قبليه كوريكتور، ويدي برضو معاكي اللمعه او النور اللي انت عايزاه تحت عينيكي. فده برضو حاجه من الحاجات اللي سعرها حلو بما ان هو دراج ستور، وفي نفس الوقت الخامه بتاعته حلوه. دي كانت رحلتي مع الكونسيلرز بالنسبه للبشره الدهنيه دي. حتى لو انت بشرتك مش دهنيه، انا شايفه ان كتير منهم قوي ينفع للبشرات العاديه او البشره الجافه. بس رطبي تحت عينك كويس. البشره الجافه شويه المشكله بتبقى بالنسبه لهم اصعب مننا، لان تحت عينيهم جاف، فالكونسيلر ما بيثبتش برضو على تحت عينيهم. بس انت محتاجه كريم ترطيب وتبقى انت كده زي الفل. انا مبسوطه النهارده في فيديو النهارده، قعدت واتكلمت معاكم، كنت وحشاني جدا جدا. يعني انا وانس ان انا بقعد قدام الكاميرا وبتكلم معاكم، بيجي في دماغي على طول ان انا قاعده بكلمكم انتوا شخصيا. فده احساس حلو جدا 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 بالنسبه لي، ان انا قاعده بكلمكم وبعمل حاجه انا بحبها وبتكلم عن حاجه انا بحبها. 2017 ان شاء الله تكون سنه حلوه علينا كلنا. في فيديوهات جديده قوي وفي افكار جديده جدا انا ناويه اعملها. فاللي لسه ما تابعنيش ولسه ما داس الزرار بتاع السبسكرايب لازم يدوس دلوقتي، لان في حاجات جامده جدا مش عايزين تفوتوها. اتمنى الفيديو النهارده يكون عجبكم، واتمنى اكون افدتكم ووصلت لكم ولو معلومه صغيره جدا.
ما تنسوش لو الفيديو عجبكم تدوسوا لايك وسبسكرايب او اشتراك للقناه من الزرار الاحمر اللي تحت الفيديو. ولو عندكم اي تعليق سواء على اي حاجه عايزين تسالوا عليها او عايزين اي فيديو اعمله، طبعا انتوا عارفين الكلمه السحريه، قولوا لي تحت في الكومنتات. البنات اللي كانت سالتني على الزيت، انا هدخل لكم دلوقتي صوره للزيت بتاع بالمرز. انتوا كتير قوي سالوني هنا وعلى الانستجرام، حطيت لكم الصوره على الانستجرام على الحساب الشخصي بتاعي. كمان هدخل لكم دلوقتي صوره مقربه شويه عشان خاطر تشوفوها، لان انتوا سالتوا عليه كتير قوي. اتمنى يكون الفيديو عجبكم واتمنى تكونوا استفدتوا منه. بس كده، واشوفكم الفيديو اللي جاي. باي.